كيف نتعامل مع زلة العالم. اسمع ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. اعلموا رحمكم الله يا معشر الشباب أن الخطأ وارد، نعم، فهو من مقتضى طبيعتهم. نعم، عندما أقول وارد على جميع البشر، والخطأ لا يستلزم دائما الإثم، لأن المجتهد المخطئ مأجور بإذن الله جل وعلا. وحديثنا عن العلماء كغيرهم، نعم بارك الله فيك، عرضة للخطأ وعرضة أيضا للنسيان. نعم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصوم، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، لا إله إلا الله. وقال أيضا: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى للمؤمنين عما أخطأوا. اسمع ماذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة. يقول: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. احذروا حفظكم الله، احذروا بارك الله فيكم، لا تطعنوا في العلماء ولا تسيئوا الظن بالعلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفه. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كلام جميل. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. يقول ربنا جل وعلا في محكم تنزيله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: أي كونوا قائمين بالعدل
قوالين بالصدق، أمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم. ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم. ثم قال اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم، هو أقرب للتقوى يعني إلى التقوى. والإمام الذهبي رحمه الله يقول في كتابه سير أعلام النبلاء: نعم، لو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الآئمة معنا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور باجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. ويقول ابن العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية: الحافظ النووي رحمه الله من أصحاب الشافعي ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى في الحديث وعلومه، وألف في علم اللغة كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتبه مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية، وهو رحمه الله مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب. هذا ما قيل في العلماء بارك الله فيه. لماذا نجد هذا التسرع؟ لذا أنصح الشباب، أنصحهم أن يتقوا الله جل وعلا في علمائنا الربانيين الراسخين، وعليهم أن يعلموا أن العاصم من عصمه الله، ونحن لا نقول بعصمة العلماء حفظكم الله، لكن العلماء يخطئون ويصيبون، هذا ما نعتقده وهذا ما نقوله بارك الله فيك. نعم، هذا ليس معناه أننا نتطاول على العلماء بالسب والشتم